السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بعض التحضيرات لرمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا غادي نقي معكم الدجاج. شريت هنا زوج دجاجات، شريتها ب36 في الكيلو. جاتني 189 ألف. كما راكم تشوفوا شريت زوج دجاجات. هنا كما راكم تشوفوا غادي نغسلهم مليح مليح، وغادي ندير لهم شويه تاع الملح وشويه تاع الليم. وتانيك اللي ما عندهاش الليم تقدر دير الخل لكن هذاك الابيض. غسليهم مليح مليح. انا غادي نغسلهم مليح. انا درت يعني قعدت نقلع ديجا، لقيت فيه الريش وكاع، على هذيك نقيته مليح مليح. عادك بديت يعني نخدم به. المهم هنايا غادي نقيهم كامل، يعني نقلع لهم كامل هذوك الزوائد وكاع. عادك نبدا نخدم معكم ان شاء الله. وهنا كما راكم تشوفوا درت لهم شويه تاع الليم. يعني طليتهم مليح مليح بالليم وغسلتهم. وكما راكم تشوفوا هنا خليتهم يقطروا، خليتهم يعني يقطروا مليح مليح واحد النص ساعه ولا. من بعد حكمتهم هنا، نشفتهم بالبابي. وبديت نقطع هنا فيهم، نقلع الافخاذ، نقلع يعني كل قطعه ونديرها وحدها. غادي ندير الافخاذ نديرهم وحدهم. غادي نحكم هذاك الصدر غادي نديره لعدة يعني عدة تتبيلات وعدة طرق. ان شاء الله يعجبوكم وان شاء الله تجربوهم. طبعا ان شاء الله رمضان راه على الابواب، وان شاء الله ربي يدخلها علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنايا نقلع تانيك هذوك الاجنحة باش يعني باش تانيك غادي نتبلهم. وهنايا هذوك الهياكل العظميه، هادو كاع الهياكل العظميه غادي نخليهم تاني نديرهم في لي ساشي ونخليهم يعني ننصب بهم مريقي، ننصب بهم هكا شوربه ولا حريره، ولا تقدري تنصبي بهم لي سوب. وهنايا كما راكم تشوفوا اصدر غادي نقلع عليه هنايا الجلد كامل، نقلع على هذاك الجلد وهذاك الشحم الزائد. وغادي نقطعه، غادي نديره على شكل شرائح اسكالوب. ها هو كما راكم تشوفوا نقلعه هنا غير بشويه بشويه. تقدري يعني تقطعيها على زوج. انا الدجاجه الزوجه قطعتها على زوج عادي، ومن بعدها عادك قلعت هذاك العظم. هي من الأحسن يكونوا الخدامة تاوعك يعني قاطعين باش ما يغبنوكش. وهنايا كما راكم تشوفون نحكم نخدمه شرائح بهذه الطريقة. يعني ديري يدك من الفوق وديري الموس يعني متوازي مع اليد تاعك يعني. وتحذري طبعا، الحذر واجب علينا. ها هو هنايا كما راكم تشوفوا قطعتهم شرائح. من الاحسن تقطعوهم رقاق. اذا ما قطعتوهمش رقاق تحكمي هذيك المطرقه، ديري لي ساشي من التحت وساشي من الفوق، وتبدي بالمطرقه حتى لي تبلاطيهم مليح. وكما شفتوا القطع هذوك تاع الصدر اللي مشي مليح نوخرهم باش نطحنهم. وهذوك اللي يعني قطع نصهم تاني اللي يكونوا مليح يعني درت هاك وهاك غادي نوخرهم. وها هما تاني الافخاذ تاع الدجاج تاع الدجاجه الزوجه غادي نقلعهم وحدهم. باش غادي نقلع لهم العظام تاعهم. غادي نخدم زوج غادي نقلع لهم العظام تاعهم. وها هو شوفوا الصدر هنايا اللي يكون مليح غادي نخدمه اسكالوب. واللي ما يكونوش ملاح طبعا هذوك اللي يشيتو كاع نخليهم نطحنهم باش غادي نديرهم للرولي. غادي نوخرهم نديرهم للرولي.
وهذوك اللي يكونوا يعني نشوفوا قطع اللي ما تقدريش ديريهم كيما الاسكالوب وكاع، نديروهم هكا باش نديرهم لي بروشيت بهذه الطريقه. هادوك كيما كتشوفوا لي ملهيه غادي كاع نطحنهم، وهذوك القطع اللي يكونوا كبار نديرهم اسكالوب بهذه الطريقه. اول تتبيله غادي نديرها واللي هي تتبيله لي زيسكالوب. هنا كما راكم تشوفوا درت هنايا واحد 3 ملاعق صغار تاع الزيت، تقدري ديري اذا كنت زيت ديجا انا الرابعه. نزيدو ملعقه صغيره تاع موطار، ديري شويه فلفل، شويه تاع كركب، شويه تاع هنايا تاع السكنجبير، شويه تاع فلفله حمراء حلوه، فلفل عكري، وديري شويه تاع بابريكا، ونديرو تانيك شويه توابل تاع هنا هذه اختياريات، توابل تاع الشاورما، ونديرو هنا اللي يعطوهم نكهه بزاف بزاف شابه، البودره تاع البصل وبودره تاع الثوم، ديري غير شويه شويه. وهنا درت قزبر تانيك بودره. هادو لي زيبيس اللي درتهم، ونزيد الملح طبعا اكيد، ونخلطهم هنايا مليح مليح كيما هكا، ونتبلهم غايه ونخليهم يتشربوا لي. طبعا لازم تخليهم واحد يعني غير شويه قد ما ديري حاجه واحده الاخرى باش يتشرب لك مليح هذوك لي زيبيس، وباش يعني تقدري ترمديهم. هنا زدت كما كتشوفوا شويه تاع الزيت، وتقدري باش من بعد ترمديهم. انا غادي نخليهم بلا ما غادي نخدم حاجه اخرى ونعاود نرجع ليهم. هنا كما كتشوفوا حكمت البينسو غير باش من باش يعني نخدم بالخف. ها هما هنايا كملتهم ونوخرهم على جهه، ونروح تانيك التتبيله تاع لي بروشيت. هنا تانيك نديرو شويه تاع الزيت، ونديرو عصره تاع الليم، هذا انا كنت دايرته في المجمد جبدته يذوب لي. ونديرو تاني الموطار يعطيهم بنه شابه. وهنا زدت لهم صلصه الصويا، ها هي كما راكم تشوفوا تجي بزاف بزاف شابه مليحه، ديريها في الدجاج في الاسماك، تقدري يعني ديريها في اي حاجه تجي بزاف هايله. تجي يعني لكل انواع اللحوم والسمك، تعطيك بنه بزاف شابه. هنا كما شفتوا درت الملح، درت شويه تاع سكنجبير، شويه تاع الثوم بودره، شويه تاع البصل بودره، ودرت شويه تاع بابريكا، وشويه تاع فلفله حمراء حلوه، وشويه تاع توابل الشاورما، وشويه تاع كركب. هادو هما لي زيبيس تاعنا. درت هنا شويه تاع الكمون بلا ما ننسى السكنجبير. هادو هما اللي درتهم يعني. وديري غير شويه شويه شويه، يعني ما لازمش البنات تكثروا باش يعني ما يجيكمش قاطعين بزاف. وهنا الاضافه اللي زدتها، زدت شويه تاع الزعتر، يعطي بنه بزاف شابه للزعتر للبروشيت تاعنا. وندير تانيك شويه تاع الثوم، شويه تاع الثوم بودره. اللي عنده الثوم يعني جديد يديره، انا ما عنديش الثوم جديد، يعني كنت دايرته ديجا في المجمد جبدته، على هذيك ما بغيتش نديره. هادو غادي ديجا نديرهم في المجمد ما جايش. هنا درت شويه تاع كما راكم تشوفوا شويه معدنوس. وهنايا نحكم العيدان هذو تاع الشيوه ونديرهم فيهم. من بعد انا غادي نقطعهم باش يجوني نيشان في الصحن، يجوني يعني صغار لانه هادو طوال بزاف. غادي نقص منهم غير واحد شويه. هنا درت واحد الربعه. كيما هكا. المهم هنايا ومن بعد هذيك يعني الصلصه اللي غادي تبقى لي، هذيك التتبيله اللي تبقى لي دوك نزيد عليها وندير يعني من نزيدهاش نفرخها عليهم، ديجا هما غادي يطلقوا. ديجا رانا دايرين كميه مليحه وغادي يزيدوا يطلقوا. وبالنسبه لبنات الملح ما تكثروش، لانه يتشرب لكم بزاف ويملاح لكم. ما تكثروش بزاف الملح، ديروا غير شويه شويه ما تكثروش. هنا غادي نغطيهم بلا ما وجدت الصوالح الاخرين. وهنايا نزيدو نكملو نتبلو. غادي نتبل هذوك الاجنحه ونتبل هذوك الافخاذ. كما راكم تشوفوا درت صلصه الصويا، ودرت يعني نفس التتبيله درتها. شويه تاع فلفل، شويه تاع موطارد، شويه تاع الزيت، شويه تاع كركب، شويه تاع السكنجبير، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع الكمون، وشويه تاع الملح، وشويه تاع بابريكا، ودرت شويه تاع الزعتر. هادو هما. ودرت عصره تاع الليم والمعدنوس. هادو هما
يعني نفس الصلصه غادي نديرها لهم، نفس يعني لا ماريناد نديرها لهم هنا. كيما راكم تشوفوا ندهنهم، ندير هذوك الفخاد وحدهم، هذوك لي كويس وحدهم. ديجا انا كما تعرفوا غير انا والزوج تاعي، على هذيك ما نبغيش نكثر، ندير يعني كميه قيسي وقيس راجلي. يعني ولي عندها يعني عائله كبيره لازم لها الفخاد اللي قلها دير هذوك 4 ولا 6 ولا كل وحده وكيفاش دير هي. بصح من الاحسن يعني ديري كل حاجه وحدها. هما هنا غطيتهم وخليتهم يعني غير ما بين نوجد صوالح الاخرين. وهنايا كما راكم تشوفوا بغيت نرمد هذوك لي زيسكالوب تاعنا. هنا حكمت 2 حبات بيض، حكمت الفارينه. وهنا بالنسبه لا شابلوغ هنا كنت درت لها غير شويه تاع فلفله حمراء حلوه، وشويه تاع كركب، وشويه تاع سكنجبير، وشويه تاع فلفل اسود. هادو هما. وهنايا كما راكم تشوفوا نبدا ندير في الفارينه، ندير هذوك الشرائح تاعنا في الفارينه، ونزيدهم نديرهم في البيض، ونزيد ندير في لاشابليغ يعني طريقه عاديه. واللي تحب يعني ما ترمدهمش، انا بغيت نقلع على روحي كاع هذا التعب، يعني نتعب ليله وما نتعبش كاع العام، نتعب يعني نهار ونريح سيمانه. هنا كما راكم تشوفوا رمتهم ووجدتهم. اللي ما تبغيش ترمدهم تخليهم غير كيما هكا متبلين وتدزهم، ولا تقدر كاع ما تتبلهمش، غير تخدمهم شرائح وتغطيهم وتخليهم. هذه هي. وهذه بالنسبة لهذه العملية البنات ما راهاش يعني غير للشهر رمضان الفضيل، هذه تقدري يعني ديريها في سائر الأيام. أنا هذه العملية نديرها في سائر الأيام، نوجد صوالحي من يجيب لي الدجاج نتبله ونخدمه، نبقى غير نجيب ندوب ونخدم. يعني نزيد معاهم يعني حاجات خفاف كيما شوربة حريرة، تزيدي معاهم لي فريت، تزيدي حاجة يعني مراقي كيما هكا، يعني شوية زيتون، شويه تاع حمص. هادو هما. هنا كما راكم تشوفوا كملتهم، هادو خليتهم بلا تتبيل، بلا يعني ما نرمدهم. علاه؟ باش نديرهم كالشكغاته. وهادو المرمدين درت 3 في 3 كيما هكا بهذه الطريقه. المهم البنات هنا كنت دايره يعني 3 وحدهم وزوج وحدهم، عفوا 4 وحدهم وزوج وحدهم، بعد درت 3 باش يعني يجوني سوا. وهنايا كما كنتم تشوفوا هذوك الفخاذ رحت قلحت لهم هنا هذاك العظم. تبدي يعني من تحت كما راكم تشوفوا، تبدي تقلعي له في هذاك العظم، تخرطيه مليح مليح وتمشي. يعني تقعدي تمشي مع العظم وانتي تحلي تفتحي وتقلعي هذاك ومن بعدها هنا في الوسط طردقيه وتبدي يعني تقلعي فيه. ها هو كيما هكا غير هنا انا طرطق لي. وهنا تبدي تفتحي تانيك وتبدي يعني تخرطي في هذاك العظم من هذاك اللحم، يعني حتى لي تلقي روحك يعني لحقتي للمخرج يعني تاع العظم. هذه هو طريقه سهله وبسيطه. قلحت انايا 2 فخاذ خدمتهم، غادي ندير فخذ وحده وفخذ وحده. ودروك نروحو نخدمو لي ناقيت تاوعنا. هنا ديت هنايا 2 طراف صغار تاع الخبز، يعني تقدري تحكمي مورسو يعني يكون شويه ابيض، تقلعي له اذا كان شويه طايب تقلعي له هذاك الجهه الطايبه، يعني من الاحسن تخدمي غير باللب يعني باش يقعد ابيض. ها هو لازم طري البنات، لازم ما يكونش جامد من الاحسن. واللي عندها خبز التوست دير خبز التوست، تقلع له غير هذوك الحواف منه من كما راكم تشوفوا غير كميه صغيره، واحد الطرف يعني مليح ديريه. وهنا حكمت هذاك الدجاج، هذاك الصدر تاع الدجاج كاع اللي بقى لي هذوك اللي شيت وكاع وخرت، يعني قلعتهم ووخرت. هنا قسمتها على 2 كما راكم تشوفوا، حكمتها على 2. غادي واحد غادي نخليه للرولي ونصه غادي ندير له هذا الخبز المطحون اللي يعني غير عباره غير على اللب. هنا كما راكم تشوفوا درت له شويه صلصه صويا، درت له شويه تاع الفلفل وشويه تاع السكنجبير. هذا مكان شويه تاع فلفل وشويه تاع السكنجبير والملح
والملح وخلاص. وهنا نحطه، يعني تقدري تحطيه غير في ساشي ولا في اي حاجه. تبلاطيه كيما هكا على شكل مستطيل وديريه في المجمد واحد قريب واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ما بيلي يجمد لك. خليه يجمد لك مليح مليح. من بعد قطعيه كيما هكا، قطعيه على شكل هكاك مستطيلات بهذه الطريقه كيما شكل الكوفريط بهذه الطريقه. ونبدو يعني ترمديه عادي كيما لي زيسكالوب تاعنا. درت هنايا كيما راكم تشوفوا في التتبيله غير شويه تاع فلفله حمراء حلوه، وشويه تاع كركب، وشويه تاع الفلفل، وشويه تاع بابريكا. وهنايا بالنسبه للكفته تاع الدجاج تاع الرولي درت لها شويه نص حبه تاع بصل صغيره، يعني رابيتها، ودرت لها شويه تاع الثوم، شويه تاع معدنوس، شويه تاع الفلفل، وشويه تاع السكنجبير، وشويه تاع الموطه. ودرت لها هنا طليتها هنا بالزيت، ودهنت هذاك الساشي دو كونجيلاسيون، وكما راكم تشوفوا دخلتها فيها من الداخل وغطيتها كيما هكا، يعني بلاطيتها مليح مليح وخليتها. ومن بعد تكروليها. وها هما هنا لي ناغيت تاوعنا كنت رمدتهم عادي كيما نرمدو لي زيسكالوب تاوعنا، كيما يعني نديروها في الفارينه ونزيدو البيض ونزيدو لا شابلور. وهنايا كيما راكم تشوفوا بديت نغطي في الصوالح تاوعي. حكمت هذو الصحون هذو تاع الجوطابل، وبديت هنايا نلوي فيهم في الورق الشفاف بهذه الطريقه. نلويهم مليح مليح، يعني ما نخليش هذاك الهواء يدخل لهم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. زيريهم مليح مليح. وتقدروا تانيك تستعملوا هنايا علاب ولا يعني اي حاجه تكون عندكم غير باش ما يخرج لكمش هذاك الهواء. وهنايا كما راكم تشوفوا بالنسبه هنا التيكيات ما خدمتهم غير لروحي. هنا حكمت ورق هذاك الملون، حكمته في الوردي، كتبت فيهم وسكوتشيتهم مليح يعني باش ما يخسروش. سكوتشيتهم عادك، بديت نلصق فيهم هنايا، يعني غطيتهم مليح بالسكوتش، لويت عليهم السكوتش وبعد زدت هنايا سكوتشيتهم بهذه الطريقه. وكتبت كل حاجه واش فيها باش يعني ملي تكونجلو ما غاديش يعني تبحر لي. المهم ها هما كيما راكم تشوفوا ستفتهم هنا كامل. ان شاء الله هذو الافكار يعجبوكم وتجربوهم، يعني ديروهم في رمضان باش يقلعوا عليكم شويه تعب، خصوصا للعاملات اللي ما يكونش عندهم الوقت. يعني من الاحسن تخدم في الويكاند صوالحها ولا سيمين كامله تلقى يعني واش دير، يعني ما تضلش تخمم. هذه فكره مليحه وان شاء الله يا ربي تعجبكم وان شاء الله تنال رضاكم. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وان شاء الله الحاجه اللي راكم باغيينها خلوها لي في التعليقات نشاركها معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.